إنا لله وإنا إليه راجعون. وصية الفنان مصطفى فهمي: لحظة خروج الروح مؤلمة جدا جدا. مش هتصدقوا وصى بإيه وإيه سبب وفاته. تفاصيل اللحظات الأخيرة، آخر ما نطق به لحظة خروج الروح: انهيار متواصل وبكاء من شقيقه حسين فهمي، وأيضا ميرفت أمين اللي طلعت تجري على المستشفى علشان تلقي عليه النظرة الأخيرة. إلهام شاهين اللي بتودعه وبتقول: إزاي الفن المصري يخسر اتنين من عمالقة الفن في يوم واحد، حسن يوسف ومصطفى فهمي، وأكنها مش عارفة إن لكل أجل كتاب. رحمة الله عليهم. تعالوا طبعا ندعي لهم بالرحمة في البداية. الفنان مصطفى فهمي اللي تدهورت حالته الصحية جدا في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بورم في المخ. الموضوع استلزم إنه يدخل فعلا مستشفى الصفا بالمهندسين علشان يستأصلوا الورم تم حجزه في الرعاية المركزة، ولكن حالته كانت تحسنت إلى حد ما ورجعوه البيت مرة تانية إلى أن تفيض روحه وتوفاه الله عن عمر ناهز 82 عام. قبل وفاته طبعا الفنان حسين فهمي كان موجود في مهرجان الجونة. أول ما عرف طلع طبعا يجري علشان يطمن أو يشوف أخوه، ولكن كان أخوه توفى رحمة الله عليه. الفنان مصطفى فهمي ترك وصية قبل وفاته، وهي التبرع بجزء ليس بالقليل أبدا من أملاكه للمستشفيات الخيرية، وخصوصا مستشفى السرطان للأطفال. الفنان مصطفى فهمي اللي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وفاته، طبعا ناس مقربة منه جدا جدا قالوا إنه أيضا ترك في وصيته إنه يتم طبعا توزيع الميراث بما يرضي الله، خصوصا زوجته أو طليقته اللي كانت قبل كده حس إن هو ظلمها، فكان عايز يرد ليها حقها وعايزها كمان تسامحه. الفنان مصطفى فهمي رحل بعد رحيل الفنان حسن يوسف بساعات قليلة جدا جدا، لدرجة ان إلهام شاهين دخلت في نوبة من البكاء وهي في مهرجان الجونة وبتقول: الوسط الفني بيخسر اتنين مرة واحدة؟ ازاي كده؟ مش معقولة الوسط الفني خسر أعز اتنين بالنسبة لي، شاركت الفنان مصطفى فهمي في أهم أعمالي. الموضوع مؤلم جدا إنه يغيب عننا فنانين من هذا التراث، الفنانين من الكبار دول. طبعا ده كلام إلهام شاهين، لكن ميرفت أمين بصراحة اللي كانت موجودة في عزاء أو جنازة الفنان حسن يوسف كانت موجودة أيضا وهي في المستشفى جنب طبعا مصطفى فهمي اللي هو طبعا عم بنتها وشقيق طليقها الفنان حسين فهمي. ادعوا لهم بالرحمة يا وسام.